أهلا بيكم في قناة كروشيه وفينتيز مرة تانية. النهاردة عندنا مشروع ممتع جدا لكل المبتدئين في الكروشيه وللي عايزين يعملوا سكارف جميل يبقى ناعم وأنيق جدا. في الفيديو ده هوريكم خطوة بخطوة ازاي نعمل سكارف ناعم جدا ومناسب للرجالة وللستات، وطبعا للاستخدام اليومي في الشتاء، وينفع تعملوه هدية لأي حد بتحبوه. عشان نعمل السكارف بتاعنا محتاجين 3 شلات خيط، طول كل واحدة فيهم 300 متر، وانا استخدمت خيط سوبر سوفت يعني ناعم جدا وضد الوبرة، وعبارة عن التكوين بتاعه 40% قطن و60% أكريل. التركيب ده بيخليه مرن شوية يعني بيمط، وكمان ملمسه ناعم جدا جدا وما بيوبرش، وده بالظبط اللي احنا محتاجينه في أي خيط بنعمل بيه ملابس، خاصة لو كانت بتتلف حوالين الرقبة وبتلمس الجلد بتاعنا مباشرة. هنحتاج كمان إبرة كروشيه 6 ملي. طبعا الإبرة دي مقاسها أكبر من اللي مكتوب على الخيط، لكن أنا حبيت أكبر الإبرة علشان الغرز تبقى مرخية شوية ما تبقاش مشدودة، وده طبعا اختياري. عشان نبتدي السكارف بتاعتنا هنعمل عقدة البداية، وبعدين هنعمل سلاسل بعرض السكارف أو الكوفية بتاعتنا. أنا عملت 40 سلسلة، احنا محتاجين رقم زوجي، وبعدين في آخر السلاسل هنعمل سلسلة زيادة عشان بنشتغل في تاني سلسلة، وكده نحافظ على العدد الزوجي للسلاسل بتاعتنا. عرض الكوفية طبعا اختياري حسب ما تحبوه. أنا الكوفية بتاعتي عرضها 29 سنتيمتر. لو حابين تعملوا عرض أكبر من كده زودوا سلاسل بس بالاتنين علشان تحافظوا على الرقم الزوجي. بعد ما بنعمل السلسلة الإضافية هنبتدي الدور الأولاني أو السطر الأولاني، وهو عبارة عن غرزة حشو في كل سلسلة، بس بنعملها في الظهر بتاع السلسلة اللي هو اسمه الباك بومب. الطريقة دي دايما بتخلي حرف الكوفية أو أي شغل بنعمله يبقى مستقيم متساوي. عشان نبتدي السطر اللي بعده المتعارف عليه ان احنا بنعمل سلاسل وبنلف الشغل وبنبتدي نشتغل في تاني سلسلة. انا مش هعمل كده في السكارف ده، وجربوا الطريقة دي صدقوني مش هتندموا. اللي هنعمله ان احنا هنلف الشغل ومش هنعمل اي سلاسل، احنا هنبتدي نشتغل في اول غرزة على طول. هنعمل في اول غرزة نص عمود، وبعدين هنفوت الغرزة اللي بعدها، والغرزة اللي بعدهم هنعمل فيها 2 نص عمود في نفس الغرزة. ونفوت غرزة ونرجع نعمل 2 نص عمود في نفس الغرزة. هنكمل بالشكل ده لحد اخر السطر، وفي اخر غرزة هنعمل غرزة نص عمود. في السطر اللي بعده نفس الحكاية، مش هنعمل سلاسل ونلف الشغل، هنلف الشغل ونشتغل في اول غرزة على طول. هنعمل السطر الاولاني خالص اللي هو كله غرز حشو في كل غرزة.
والسطر اللي بعده نفس الحكاية، هنكرر السطر التاني. يعني احنا هنكمل السكارف بتاعنا بنفس الطريقة دي، دايما بنعيد السطر الاولاني والتاني، نفضل نكرر في السطرين دول لحد لما نوصل للطول اللي احنا محتاجينه في الكوفية بتاعتنا. انا عملت الكوفية بتاعتي طولها 2 متر و10 سنتي. طبعا انتوا ممكن تخلوها اقصر او اطول حسب التفضيل بتاعكم. لما السكارف يوصل للطول اللي انتوا حابينه، هنختم باخر سطر وهو غرزة حشو في كل غرزة، وبالشكل ده الحرف الاولاني واخر حرف السكارف بتاعتنا هيبقوا زي بعض، فهيبقى التصميم بتاعها منسق وجميل. طبعا شايفين التركة بتاعت ان احنا منعملش سلاسل اضافية ونلف الشغل على طول، خلت الحواف بتاعت الجنبين بتوع الكوفية مستقيمين جدا ومفيش فيها اي ميل، وشكل الديزاين وشكل الغرز شكله جميل جدا مترتب ومفيش اي ميل فيها. طبعا مع ضبط التنشن او شدة ايدينا واحنا بنشتغل، ده بيخلي شكل الغرز وشكل التصميم متناسق ومتساوي. دلوقتي هنقفل الكوفية بتاعتنا، دي خطوة اختيارية حسب ما تحبوا، بس انا حبيت اركب شراشيب على الاطراف بتاعتها. بنقصها بشكل متساوي وبعدين ببدأ ادخلها في الاركان الاول بتاعة الكوفية، وبعدين ابتدي بالتساوي اوزعها او اقسم هحطها فين بالظبط على مسافات متساوية عشان يطلع شكلها منسق. ركبت الشراشيب في اول الكوفية وفي اخرها، وبعدين بنقصهم علشان يبقى طولهم متساوي بالظبط. كده يكون الكوفية بتاعتنا اللي عملناها مع بعض خطوة بخطوة في الفيديو ده جاهزة. حتى لو انتي اول مرة تعملي سكارف كروشيه هتقدري تعملي المشروع ده بنفسك، لانه بيعتمد على تكرار من الغرز الاساسية، مجرد سطرين بنفضل نكررهم بالتناوب لحد لما نوصل لطول معين، وبكده نكون خلصنا. الكوفية بتاعتي زي ما قلت لكم هي عرضها 29 سنتي وطولها 210 سنتي. طبعا التصميم واللون نيوترال محايدين، يعني مناسبين للرجالة او الستات. ياريت تشوفوا بقية الفيديوهات اللي موجودة على القناة بتاعتي، في فيديوهات كتير، مربعات جراني، شنط كروشيه، سكارف، ومشاريع تانية كتير كلها سهلة ومناسبة للمبتدئين. ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا التنبيهات عشان ما يفوتكوش اي جديد في قناة كروشيه وفينتيز. شكرا جدا لمتابعتكم ودعمكم للقناة، وسيبولي اي اسئلة او استفسارات في التعليقات، وانا دايما هكون جاهزة اني اساعدكم وارد على تعليقاتكم. شكرا مرة تانية، واستنوني في فيديو جديد.